المطبعات والتبغ في جربة يشتكون من عدم التوزيع العادل لهذه المادة. أهلا بك أولا فاطمة، أهلا بكل السادة المستمعين. إذن يشتكي باعة التبغ في جربة من عدم التوزيع العادل في مادة الدخان من طرف القابضة المالية حسب قولهم. أحد الباعة تحدث لمراسلتنا لميا بن غالي حول هذا الإشكال. ثم إشكال الدخان يتباع بكوتا معينة، ثم شكون خذا أكثر من كوتا هذه تسبب في أزمة في ميدون. بعد الأزمة هذه تقابلنا مع احنا هنا في حومة السوق، تقابلنا مع المرقية في ميدون، نسقط توا الاجتماع آخر باش يصير في حومة السوق، نحكوا في إشكالية كاملة. بعض الحلول لقيناها احنا في حومة السوق هم في ميدون اللي لحد الآن مازال ما عملوهاش، باش نشوفوا كيفاش نعملوا اجتماع آخر مع القضاء قبض نتاع حومة السوق، يحكوا معاه ويشوفوا مع قبض ميدون كيفاش باش يولي يعمل كيما حومة السوق باش ينصب برشا خلالات. وفي نفس الاتجاه سعاد، إجراءات عملية للترفيع في إنتاج السجائر المحلية. هذا ما أعلنته الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مؤخرا عن اتخاذ إجراءات عملية للترفيع في إنتاج السجائر المحلية لتفادي النقص المسجل في السوق، وسيتم للغرض إضافة فرق عمل جديدة والتمديد في عدد ساعات العمل وبرمجة حصص إنتاج أيام الراحة الأسبوعية. المؤسسة أوضحت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة الاحتكار والتشكيات الصادرة بخصوص عدم توفر السجائر بالسوق، وستنحصر مهامها في إنتاج التبغ دون تدخل في مسالك التوزيع وفي الأعمال الرقابية والردعية التي تبقى من مشمولات هياكل الأخرى. هذا وقد شهد إنتاج الوكالة للسجائر المحلية ارتفاعا ب 32% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.